السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العرض اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي اسمه احنا معاك، معمول عشان خاطر عم سيد. ما تشغلش عم سيد، ما تشغلش نفسك عم سيد مين، ولكن هو تواصل معانا وقعدت انا والحاج صلاح المهندس حسام وكان معانا اسلام منور اسلم. المهم يا اخوانا، احنا يعني معلش بعيدا عن التجارة، استطاعتنا المادية مش زي بعض، وده مش حاجة تقلل من حد، ده سنة ربنا في خلقه، وواجبنا ان احنا لو في استطاعه نقف جنب بعض، بنقف جنب بعض. خدت بالك باي صوره. فيا عم سيد، يعني الكلام اللي انت قلته على الواتس انت اكبر منه، انت تؤمر واحنا ننفذ، وبالتالي احنا بننفذ اهو ان شاء الله يعني. وهتتراضى انت وكتير ان شاء الله من متابعين الواحد بامر الله يعني. مش معنى ان انت طالب حاجه عجباك وعاليه تقول الكلام اللي انت قلته، لا، ده تحت رجلك ورقبتنا قبليهم. اول حاجه في عرض احنا معاك العود الماكس. يلا نشوف اللي مفيش حد هيعرف يعمله. مش بتحدى تجار، ده انتوا على راسي، التجار على راسي، بس مفيش حد هيجي له قلب يعمل اللي انا عملته. نشوف سريعا ونرجع تاني. اترفع اهو، اترفع اهو يا اخوانا. الف مبروك عليكم العود الماكس. والله العظيم انا فرحان والله ما في عود يعمل معاك كده كربون، والله العظيم فوق الخيال، وحياة اولادي فوق الخيال. العود الماكس بفضل الله الرساله الاولى اللي نزلت مصر، مش هقول كلها عندي، 90% منها عندي. كعب معدن، مغراس طبعا، صامونه معدن، فرنيه معدن، 2 صامولة امان، واحده ربط واحده امان، دبل ليزر مصدف. خد بالك بقى، الاختبار اللي انت شفته ده كان تاني اختبار. احنا عملنا اختبار قبل كده وقربنا قوي، كانت العقله نفسها دي فيها مرونه انها تقوس، مش العود كله يقوس، ده العقله نفسها كان فيها مرونه، مع انه جبر مش رقع. بس الله اكبر يعني. نافذ بيه عيدان ب 3000 جنيه ياباني، وانا المسؤول بعلو حصه، وانا المسؤول. يا عم انا ممكن اخده اكسره واقول لك انت المسؤول. انت ما شفتش الاختبار بتاعه، المتابعين عارفين اهو. هبيع بعد كده ب 1000 جنيه. العود اللي هيعجبنا هبيع بعد كده ب 1000 جنيه. ده العود عم سيد. بعد كده والنبي ما بتطلع على الحبايب، المكنه الجيرتو، مكوك فضائي معدن طبعا، وجايبها لك اللون اللي تمشي على العود كمان. المكنه الجيرتو ب 350 جنيه. اقول اسعار ولا بلاش عشان ما تخضوش. معاك عده، اصبر بقى عليا، معاك عده تشميط، تشويح، هداف، ترقيد، كاستنج، قفلتها حلوه للكاستنج. يلا نصطاد كذا، خد العده دي واطلع، ما تسالش، هتشتغل معاك اي حاجه حرفيا. اي حاجه حرفيا. اتفقنا؟ طيب في النص بقى احنا هنبعت لعم سيد بقى حاجه من الصنار بتاعنا من 250 ل 500 جنيه، من 250 وانت هتتراضى، انت كغير عم سيد يعني هتتراضى. يتحط لك صنار من بتاعنا ب 250 يا ب 500 جنيه، انت ونصيبك. دي حاجه بره العرض، حاجه محبه هنبعتها له، وانت برضه هينوبك من حب جامد، يا ب 250 يا ب 500. اتفقنا؟ يبقى انت كده معاك العده الشبح اللي هتعمل بيها اي حاجه، وهديه المحبه انت خدتها خلاص. ما استكفناش بكده، هندلعه تسريح برضه. يلا نشوف عود التسريح ال5 متر ونرجع تاني. مسطره صح؟ تعالى بقى. مش ماسك حاجه في ايدي، حرفيا. بص مش ماسك حاجه، بص ماسكه ايدي بيبان الصياد وبص على العود صلافته. بص بقى على الاكشن بتاع العود ده لو مش محترم في الاكشن اللي انا هعمله هيطرشق. يعني لو عايز ترجع بقى عشان يبان ارجع. يا لهوي واضح اللي انا بعمله جنان، والله اللي انا بعمله جنان يعني.
اوعى تعمل في عيدانك كده صدقني. يعني اللبه دي ده انا بعمل له صدمه، يعني مش باخد ودي معاه، انا بعمل له صدمه. يعني العود اللي معاك لو عملت له كده هيطرش، ما تعملش زيي، انت حر. لا يزن ده. بص صوابعي ريشه. لا وخد بالك اقول لك ايه، في حاجات والله انا لو مش عندي برد كمان، يعني انا جيت اعمل شويه حاجات في الغيط كده عشان البرد يروح. انا لولا البرد كنت اديت حق العود ده في الشرح، بس يا بنتي بكلم الناس اللي هيشتروا العود. مسطره ازاي وخفيف جدا ازاي وابن لذينه كده ازاي. ارجع يا عم تاني، الموضوع ده عجيب ده قوي، داخل دماغي قوي. خد بالك هو اصلا مش بتاع تشويح، ده بتاع تسريح. فله ريم بدل ما اقول لك مفيش عيدان تسريح انت تعمل فيها كده اصلا. الاختبارات اللي انت شفتها دي بتاع عيدان تشويح، ده مش بتاع تشويح. ومش رقع. انت عارف العود الرقع لما تعمله كده ده عامل لك قوس كده، انما ده مسطره اهو. واضح يا باشا؟ صار من الاول للاخر، واضح ان هو مسطره. طب تعالى من هنا كده نصوره من هنا لفوق. تمام؟ قرب على بياناته، ما تاخدش التليفون عشان اهو تشطيبه. وادي العود ال5 متر زي ما شفت بالظبط، وزنه لا يزن وبالقوه اللي انت شفتها، ملك التسريح. اتفقنا؟ ابيع العود ده بكام؟ ب 500. بعد كده اللي هو بتاع التسريح ال5 متر ابيعه ب 500، وهيركب عليه المكنه الاتنين حله. المكن ده سريع جدا يا جماعه، في التسريح هيمتعك جدا وخفيف مع العود. انت ملك التسريح. واللي في ايديهم العده اللي خدوها من فوزي قاسم عارفين هو بيقول ايه. خلاص المكنه الاتنين حل عليهم. معاك عده تقايل، معاك عده تسريح، معاك هديه محبه كده مالهاش دعوه بالعرض، محبه يا اخوانا. دافع الكام بقى؟ هنصلي على سيدنا النبي. احنا هندفع عم سيد المفروض يعني رقم وانت هتدفع اكتر منه، بس رسينا في الاخر ان الرقم اللي هيدفعه عم سيد كل الناس هتدفعه. عدتين بالمستوى اللي حضرتك شفتهم. واوعى تنسى تفكرني بالصنار. قول لي الصنار ابو هديه المحبه، قول لي الصنار المحبه هيجي لك من 250 ل 500 حسب التسهيل عند التغليف. صنار من اللي بنعرضه. خلاص مش هندفعك 2000 ونص ولا 2200 ولا 2000 ولا 1900 ولا 1800. ما تخلص يا عم. ولا 1700 يا عم، انا رخم انت، انا حر انت مالك. ولا 1700 ولا 1600 ولا 1600. ايه ده 1600 على 2 يعني العده ب 800 جنيه. طب ما حلو اهو. لا ولا 1500 ولا 1400 1300 1300. استنى كده 1300 ده انت رخم قوي. 1300 على 2 650 العود والمكنه، ده غير الصنار المحبه. لا مش هتدفع 1300. 1200 جنيه. لا مش هتدفع 1200 جنيه. ازاي بقى يبقى العده ب 600 جنيه يا عم؟ ده انا ما شفتش ارخم منك. انا بقول لك كل حاجه اهو عشان تبقى متكيف. 1100 جنيه. لا مش 1100. تخلص يا عم. 1000 جنيه. لا 950. 950 يا اخوانا. في واحد كنت عملت كده في عرض جالي على الواتس بيقول لي هو العرض بكام؟ طب ما كمل لغايه ما العرض ب 950 زي ما يدفع عم سيد. عدتين كاملين بالمستوى اللي انت شفته، وهديه صنار من اللي بنعرضه من 250 ل 500. انت ورزقك ب 950 جنيه. كل اللي شفته وسمعته ب 950 ب 950 اهو. عايزين حاجه تاني؟ التواصل واتس على 0100 لو لحقت يعني على 0173 80 187. دعواتكم. الدفع فودافون كاش مسبقا. دفع ثمن الشحن عند استلام الاوردر بيوصل لك من 48 ل 96 ساعه من ساعه ما بيتسلم لشركه الشحن. هتستعجلني في الشحن وغلفت امتى والاوردر لسه ما وصلش؟ انا ما اديتلكش ميعاد وصول، انا بقول لك كل التفاصيل اهو.
انت بتدفع، بنغلف، بنسلم للشحن، بيوصلك من 48 ل 96 ساعه. عربيه الشحن اتاخرت يوم، احنا كسلنا يوم نغلف فيه، وده ما بيحصلش. واحده 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 واحده، والله ما بنعمل حاجه في المحل ده غير ان احنا بنغلف شغله. واحده واحده، ما تستعجلناش. ليه ما تستعجلناش؟ عشان اوردرك يطلع مظبوط، عشان التغليف يطلع مظبوط، عشان نبقى مركزين مع الناس لمصلحتكم في الاول وفي الاخر برضه. مش شرط المندوب يجي لك لغايه عندك الا اذا كنت بتخطي سرعه الخدمه وقرب معاك المسافات. في خدمتكم، اوامر عم سيد، انت تؤمر. السلام عليكم.